انا واحد لسه متجوز جديد، بس والدتي كانت رافضه ان اتجوز مراتي اللي انا متجوزها حاليا. انا ما اعرفش ايه الرفض الغريب ده، بس والدتي ريحتني وخلتني اتجوز. بس للاسف معاملتها كانت سيئه جدا لمراتي وكانت واضحه، والمعامله بقت اسوأ لما اكتشفنا ان مراتي ما بتخلفش ومستحيل انها تخلف. ومن ساعتها وبدا الزن من امي ان اتجوز واحده غيرها واخلف منها. لا ومش كده وبس، اطلق مراتي دي كمان، وان ايه ذنب يعني ان اتجوز واحده عقيمه والكلام ده. بس انا كنت رافض الفكره تماما، لانه واثق ان ربنا له حكمه في كده واني لازم ارضى بقضائه. في نفس الوقت مش عايز اكسر قلب مراتي البنت اللي انا حبيتها واجيب لها واحده تانية تشاركني فيها. ولما والدتي كانت بتلح عليا ان اتجوز كنت بقول لها مفيش مشاكل لما اصبر مع مراتي، هي ما ذنبهاش حاجه انها ما بتخلف. بس والدتي كانت غريبه قوي، لا هي غريبه بشكل ملحوظ. كانت دايما بتكرهني في مراتي بكل الطرق، بانها بنت وحشه ومش جميله وما بتخلفش وعقيمه وبتعاملني وحش وهكذا الى اخره يعني. ومراتي كانت راضيه بقضاء ربنا وقالت لي ان انا اسمع كلام والدتي واتجوز. بس انا كنت لسه مصمم على موقفي، ومن هنا بدأ الجحيم بالنسبه لمراتي. وفي نفس الليله واحنا نايمين مراتي قامت مفزوعه من النوم، وكانت عماله تصرخ جامد ومن غير اي سبب، وكأن عندها حاله من الهلع، وكان باين عليها انها مرهقه جدا. ولما جيت ابص عليها لقيت ان بشرتها اسودت بطريقه ملفته جدا. ولما سالتها انت بتصرخي ليه قالت لي انا حاسه بوغز شديد جدا في كل مكان في جسمي، معنى اصح زي ما يكون حد جايب ابره وعمال ينغص فيك في كل مكان في جسمك. المهم فضلت اصبرها لحد ما الصبح طلع علينا، ورحت بقى للدكتور وحكت للدكتور على حالتها، والدكتور قال لنا انها ما عندهاش اي حاجه. للاسف ما اقتنعناش بكلام الدكتور ورحنا لدكتور تاني وتالت ورابع. الغريب في الموضوع ان كل الدكاتره قالت نفس الكلام. وبعد كده روحنا البيت ووالدتي سالتني كان في ايه، فاكتفيت ان انا قلت لها ان مراتي كانت تعبانه شويه، ورحت بقى للدكتور. وشويه ولقيت امي خرجت، وبعدها فتره كده لقيتها راجعه البيت ومعاها واحده افريقيه، وقالت لي انها كانت تعرفها زمان يعني وكده، ورحبنا بيها وكانت بتبات معانا. بس هو في حاجه غريبه، هي ما كانتش بتخرج من اوضتها خالص. ولما استفسرت من والدتي قالت لي انها تعبانه شويه وظروفها وحشه وهتضطر تقعد معانا كام يوم كده. فانا ما منعتش وكنت مرحب بيها جدا. بس يومها الموضوع اتكرر تاني، وبقت مراتي تصحى كل يوم من النوم تصرخ ويبقى عندها حاله هلع، وبشرتها كل يوم كانت بتسود عن اليوم اللي قبله، كانت بتحس بوجع في كل جسمها. غير كمان انها ما بقتش تقدر انها تقوم من على السرير، كانت بتقول لي دايما انها حاسه بارهاق وان في ثقل في جسمها. ونقد امي لمراتي زاد بطريقه غريبه جدا، وبدات اشم ريحه وحشه لا تطاق معايا في الاوضه. وعرفت فيما بعد ان الريحه دي طالعه من مراتي، كانت ريحه الجثه متعفنه طالعه منها. وقتها بقى قررت ان لازم اجيب شيخ يشوف مراتي، لان مفيش تفسير للي بيحصل ده غير انها معمول لها عمل. وقلت لوالدتي ان هجيب شيخ عشان يشوف مراتي. والدتي كانت دايما بترفض وبتقول ان اكيد عندها مرض خبيث واني لازم اطلقها واتجوز واحده غيرها. ولما قلت لها ان احنا رحنا لكذا دكتور قالت لي ممكن ما يكونوش بيفهموا ولا اي حاجه. وكانت دايما اكتر حاجه بتكررها عليا ان اطلقها واتجوز غيرها. بس انا خلاص كنت قررت ان لازم اجيب شيخ. وفعلا جبت شيخ معرفه واحد صاحبي موثوق فيه، وقعدت معاه وحكيت له اللي حصل، وطلب مني ان هو يشوف مراتي. اخدته معايا على البيت، واول ما دخل قعد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كتير. هو كان بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بطريقه غريبه جدا، كانه حرفيا شايف الشيطان قدامه. وطلب ميه وطبق كبير وورقه وقلم، وفعلا جبت له كل اللي كان عاوز، وكتب الرقيه الشرعيه في الورقه وملى الطبق بالميه. وبعدين حط الورقه في الميه وفضل يقول ايات واذكار في الميه، وقال لي خلي مراتك تغتسل بيها كل يوم بس مش في الحمام، عشان الميه مقروء عليها قران وعليها اذكار، كمان تتوضى منها وتصلي. وكان كل ما يقرا على مراتي قران كانت بترتاح جدا. وقبل ما يمشي قال لي مراتك معمول لها سحر الفودو والعياذ بالله. فقلت له باستغراب ايه سحر الفودو ده؟ قال لي ده سحر الافارقه بيعملوه وهو منتشر جدا عنده. كمان ما تزعلش مني بس انا حاسس ان والدتك هي اللي لها علاقه بالموضوع ده، بما انها جايبه واحده افريقيه عايشه معاك. الشيخ مشي وانا قلت لوالدتي وواجهتها بكل اللي عملته، وساعتها الافريقيه دي مشيت من غير ما نحس بيها. ووالدتي راحت تبلغ عن نفسها انها عملت سحر لمراتي، بانها اعترفت بكل حاجه وقالت مرات ابني دي انا لا كنت بحبها ولا بطيقها، وحاولت بكل الطرق ان اخليه يطلقها بس للاسف هو مرضيش. فقررت ان اعمل لها سحر الفودو.
فجبت حاجه من هدومها وصوره ليها وشعره من شعرها، وعملت دميه من القماش ومليتها قطن وحطيت فيها كل الحاجات اللي جبتها دي، وسبت مكان القلب في الدميه فاضي. ولما جت الافريقيه كانت جايبه معاها قط وذبحته قدامي، وخدنا قلبه وحطيناه في المكان الفاضي في الدميه. كده الدميه بقت مربوطه بيها برباط غير مرئي. وكنت بالليل بجيب ابره طويله وافضل اغرسها في اماكن كتير في الدميه، غير كمان ان انا كنت بقول طلاسم وكنت مؤمنه جدا باللي بعمله، فعشان كده نجح السحر. ولو كانت فضلت شويه كده كانت هتموت في خلال حوالي 20 يوم، عشان السحر ده خطر جدا. بس الحمد لله قضاء ربنا كان اقوى من كل شيء. وفيما معنى الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لو الانس والجن اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بما كتبه الله لك. فانت خليك متاكد واثق من قلبك ان مفيش انس او جن يقدر يعمل لك اي حاجه طول ما انت مؤمن بربنا. وبكده نكون وصلنا لختام قصتنا، وبتمنى ان القصه تكون عجبتكم. مستني رايكم كلكم في الكومنتات. ولو انت اول مره تشوفني يا ريت تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ولايك وشير الفيديو عشان ده بيحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر والفيديو يوصل لحد غيرك وغيرك يستفاد. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.